من الشمال للجنوب من الشرق للغرب قطره 12000 تقريبا و700. شوف قطر الأرض 12700. هل تتوقع المساحة الهائلة هذه بالارتفاع 400 كيلو تقدر تشوف أطراف الأرض كاملة وانحناء كاملة كذا تشوفها قدامك دائرة؟ ارتفاع 400 كيلو. ترى 400 كيلو من الرياض للقصيم ولا من الرياض للدمام، ترى مسافة بسيطة. أنت مرتفع عن سطح الأرض الآن 400 كيلو، كيف بشوف الأرض قطرها 12700؟ أبى أشوف حدودها وأطرافها كاملة. يا أبوي إذا كان إفريقيا لحالها مساحتها كم؟ مساحة إفريقيا كاملة 30 مليون كيلو متر. هذه مساحة إفريقيا كاملة 30 مليون كيلو متر. طيب سؤال، كم احتاج الارتفاع عشان اخذ صورة واحدة لكامل إفريقيا؟ إذا مساحتها 30 مليون كيلو، أنا أبغى الارتفاع المعين. كم هو الارتفاع؟ إذا ارتفعته أقدر أخذ صورة كاملة لإفريقيا. 400 كيلو مستحيل. عندك 30 مليون، انت اقل شيء يبغالك 17 مليون كيلو ارتفاع عشان تاخذ صورة كذا واضحة لافريقيا. عندك السعودية برضو شوف مساحتها، ما بالك بعض الدول الباقية، امريكا الجنوبية الشمالية، شوف مساحتها. انت تحتاج مساحة معينة عشان تلقط صورة كاملة للقارة نفسها. قارة افريقيا مساحة 30 مليون كيلو متر، جميع قارة افريقيا ما تقدر على 400 كيلو تصورها صورة واحدة. يعني تخيل انا اجيب لك صورة واقول لك هذه صورة افريقيا كاملة زي ما انت تشوفها على ارتفاع 400 كيلو، هذه ما تدخل في الراس ومساحتها 30 مليون. ابوي انا اذا وقفت في الشارع عشان ابى اشوف اللي في الجهة اليمين الف راسي، واذا بروح اشوف الجهة اليسار الف راسي من المسافة، فما بالك انت في ارتفاع 400 على مساحة 300 وتبي تشوف كامل في قارة افريقيا. فالارتفاع مهم عشان يبين لك فعلا هل انت تشوف الانحناء الارض من هذه المسافة ولا لا. قمر صناعي يطلع لي في مساحة 400 كيلو يبغى يشوف لك قطر الارض كاملة يصورها لك، هذه مستحيل.